فصباح الفل، انا ليا ساعه بظبط في الاضاءه اصلا، والكهرباء اخدت ساعه قطعه، وحاليا انا ابتديت التصوير و يلا بينا. المهم يا صاحبي ان انا جاي اكلمك النهارده على هتكسب ايه وهتخسر ايه لو حولت من اندرويد لايفون. والنهارده جاي اكلمك على الخسائر اللي هتحسها لما تغير موبايلك الاندرويد وتمسك موبايل ايفون. اول خساره هتقابلك لو انت بتنقل ملفات كتير، يعني لو بتنقل ملف عادي بي دي اف، اي حاجه، بتنجان، صباح الفل، اي حاجه بتنقلها على الكمبيوتر مثلا. فانت على الاندرويد يا صاحبي بتجيب الكيبل وتوصله بالكمبيوتر بتاعك وتنقل في صباح الفل بكل سهوله. لكن انت على الايفون لا، دي ابل. انت على الايفون مش هتعرف تنقل اي حاجه للكمبيوتر، وعشان تنقل لازم تطبيقات خارجيه، ولازم تخش في دوامه كده عشان تنقل حاجه بسيطه عندك على الموبايل للكمبيوتر. فسهوله النقل دي في الاندرويد حاجه نعمه بصراحه، وحته سهوله النقل دي مش في الايفون خالص. يعني حرفيا بتتشقلب عشان تنقل حاجه من الايفون للكمبيوتر او الموبايل اندرويد. تاني حاجه هي اتاحه تطبيقات اكتر في الاندرويد. انت في الاندرويد عندك كذا تطبيقات وتطبيقات خارجيه بتحملها من جوجل كروم عادي جدا. فانت هنا الايفون محجمك، انت هنا ما تقدرش تنزل اي تطبيق غير من الاب ستور، من بره ما تعرفش. انت ممكن عادي في الاندرويد بيكون في تطبيقات اللي هي بتكون برو بقى بفلوس عندك في الاندرويد، بس انت تقدر تحملها من بره ومن مواقع عادي جدا تحملها. البرامج اللي بفلوس تحملها ببلاش، انما هنا انت في الايفون ما تعرفش تحمل اي تطبيق. التطبيق اللي بفلوس تدفع فلوس. حرفيا في تطبيقات كتير بلاقيها على الايفون بفلوس، وببص على الاندرويد الاقيها مجانا. فحته اتاحه التطبيقات الكتير في الاندرويد دي نعمه برضو، فمش موجوده في الايفون. بس برضو عايزك تنزل تحت تعمل لايك عشان انت بتنسى، انا عارف، فبحب افكرك يعني انزل تحت تعمل لايك عشان مجهود، والكهرباء قطعت وبتاع، والنفسيه معايا معكننه الدنيا. فانزل تحت تعمل لايك، ولما كنتش عامل سبسكرايب في القناه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده اللي هنزلها على القناه اول باول. فخليك متابع كده، فاهم؟ فاعمل لايك. والخساره اللي هتخسرها لما تحول من اندرويد لايفون الا وهي البصمه. انت عندك في كل موبايلات الاندرويد بلا استثناء بصمه تحت الشاشه، والبصمه تحت الشاشه دي خرافيه. كواحد جاي من اندرويد وكان معايا الاف 51، وكانت البصمه اللي تحت الشاشه بطيئه، ولكن كانت فيتشر كويس مش موجود في الايفون. انت عندك في الايفون الفيس اي دي وممكن بالليل ما يفتحش، تمام؟ ده اول حاجه. ساعات بيغلط، مش على طول بس هو يعني دقيق جدا، بس ساعات بيغلط. انت يعني البصمه دي بتفتح معاك في اي وقت، في الضلمه بقى، في اي حته بتنجان هتفتح. انت برضه حوار الفيس اي دي انت معرض انه يغلط كتير، فمش حوار مضمون يعني، ولكن البصمه اضمن بكتير، وعارف ان هي في اي وقت هتفتح. وان كانت بتغلط فطبيعي ان انت ممكن تكون مش حاطط صباعك مظبوط، فاكيد ممكن تغلط يعني. ولكن البصمات حاليا بقت متطوره جدا، على عكس البصمه بتاعت الاي 51 اللي كان معايا. يعني البصمات حاليا في اندرويد اتطورت جدا وبقت اسرع وادق اكتر، فحوار البصمه احلى بكتير من الفيس اي دي بالنسبه لي. وانت الفيس اي دي برضه لما تيجي تفتحه لازم تحترم نفسك، ما تبصلوش وهو محطوط على المكتب كده عادي ما يفتحش. لازم تمسك الموبايل وترفعه وتوري له وشك. لا، وملحوظه كده عايز اقولها لك برضه هتعكنن عليك. لما تيجي تحمل اي تطبيق بيطلب منك الفيس اي دي لازم يشوف وشك. ليه لازم تشوف وشي؟ انت يعني بتحبني، بتوحشني مثلا، لازم تشوف وشي كل شويه ليه؟ انما يا صاحبي لما تيجي تحمل تطبيق على اندرويد بتدوس انستول والتطبيق بينزل على طول من غير اي تعب. يعني لازم يتاكد ان انت صاحب الموبايل، انت اللي بتحمل التطبيق. الايفون لازم يتاكد من ده. عادي تطبيق يعني مش سلس لي الدنيا وبسطها لي، مش لازم تشوف وشي في كل تطبيق اجي احمله. وساعات برضه لا، ساعات ممكن يجي يطلب منك باسورد الابل اي دي اللي هو بتاع الاي كلاود، وباسورد الابل اي دي اصلا 7000 حرف ورقم. يعني بتنسى انت كاتب ايه. انا الباسورد كاتبه في ورقه اصلا عشان ما انساهوش. فانت يعني باسورد الابل اي دي ده معقد جدا وصعب انك تحفظه. ونعمه كمان في الاندرويد برضه هتخسرها لما تحول للايفون الا وهي الشاشه الكامله. استحواذ الشاشه في الاندرويد بقى متناسق وسيمتري وعصري جدا، انما في الايفون النوتش المحبوب اتغير في الايفون 14 برو ماكس وبقى دايناميك ايلاند زي ما احنا عارفين. ولكن الدايناميك ايلاند برضو مش زي النوتش اللي في الشاشه اللي هو بيكون على شكل ثقب او خرم في الشاشه، فمش زي التناسق ده. برضو دايناميك ايلاند واخده حيز كبير برضو من الشاشه. يعني والله العظيم صحابي اللي بيكون معاهم موبايلات اندرويد، يعني اقل موبايل اندرويد ب 4000 جنيه
3000 جنيه في خرم في الشاشه، ما فيهوش دايناميك ايلاند ولا في نوتش. ببص على الموبايلات دي بحس انهم في نعمه، بحس ان احنا مش مواكبين العصر في الايفونات يا صاحبي، احنا متاخرين، فاهم يعني؟ احنا هم سابقنا بقرنين. فبتمنى يعني من ابل ان هي تعمل شاشه كامله، ولكن ده صعب على ابل عشان سنسورات الفيس دي اللي بتحطها في الموبايل، فعشان كده هي اللي واخده مكان. الخساره اللي بعدها الا وهي البطاريه، ودي في كل الايفونات من غير اي كلام ما عدا ال 13 برو ماكس اللي معايا وال 14 برو ماكس. هم دول افضل بطاريتين نزلت من ابل في الايفون، ال 13 برو ماكس وال 14 برو ماكس. وكمان ال 13 برو ماكس احلى من ال 14 برو ماكس في البطاريه، يعني 14 برو ماكس اقل من الاداء في البطاريه من ال 13 برو ماكس. فحته البطاريه دي هتحس ان انت ناقصاك في الايفون، فهتحس ان هي بتستنفذ بسرعه، وكمان قلبك هيوجعك لما تخش على الباتري هيلث وتلاقيها بتنزل كل شويه، فهتحس ان انت حزين يعني. ولكن الكلام ده كله حتى في الاندرويد، يعني دي صحه البطاريه دي عادي في الاندرويد برضه بتنزل مع الاستخدام وان انت بتلعب عليه في الشحن، فبتحس ان الموبايل اداؤه مش زي الاول، ولكن مش حاطط لك النسبه في الاعدادات، انما قبل حطاها. وبرضه بما ان احنا اتكلمنا على البطاريه، خلينا اكلمك على الشحن. انا الحمد لله يعني ال 13 برو ماكس اللي معايا بيشحن 20 واط، يعني ما بالك الايفونات اللي قبل ال 13 برو ماكس بقى اللي بتشحن ب 18 وب 15 واط، بيعيشوا ازاي؟ يعني الاكسس ماكس انا جربته وعملت عنه فيديو، الاكسس ماكس بيشحن ب 15 واط، وتلاقي الفيديو في الاي اللي فوق، ممكن تشحنه بالشحن 18 واط عادي وهيقبل 18 واط، لكن اعلى من كده لا. ما شحنته بالشاحن ال 15 واط بيشحن في 3 ساعات الا تلت. ليه اكون جايب ايفون ب 10000 جنيه وبيشحن في 3 ساعات الا تلت؟ ليه؟ عايزك تقنعني، ويا ريت الاداء اللي بيدوني في ال3 ساعات الا تلت اللي بيشحنهم يعني يرضيني، مفيش. وبرضه الخساره اللي بعدها اللي هي في الاندرويد ومش في الايفون هي تردد الشاشه، بعيدا عن ال 13 برو ماكس وال 14 برو ماكس، دول بعيدا عنهم خالص. تردد الشاشه 60 هرتز في باقي الايفونات، تردد الشاشه يعني هنقول 60 هرتز في الايفون غير بتاع الاندرويد، 60 هرتز هنا كامله، ولكن هتحسها والله لما تجرب ال 13 برو ماكس وترجع للايفون تاني 60 هرتز هتحسها محسوسه والله، يعني فاهم؟ 120 هرتز بتحس الدنيا سلسه جدا كده وبتطير، 60 هرتز تحس سلحفه بتمشي كده، فاهم؟ بطيء وبيقطع كده، فاهمني؟ هديك مثال، زي ما تكون بتتفرج على فيديو 24 فريم وتتفرج على فيديو 60 فريم زي اللي انا عامله ده. فبص على الفكره، اكيد يعني تردد الشاشه هيروح لموبايلات الاندرويد، ده اقل موبايل في الاندرويد 120 هرتز و90 هرتز، اقل موبايل في الاندرويد. وفي حاليا موبايلات في الاندرويد بتيجي ب 144 هرتز. والخساره اللي هتخسرها بعد كده يعني هي مش خساره قوي، هي دلع بصراحه، يعني انا بتدلع. ليه لازم اتدلع؟ اصل انا جايب موبايل غالي. بص، الايفونات كلها شبه بعض، الايفونات كلها يا صاحبي شبه بعض، ولا فيها ديزاين مبهر ولا اشكال مبهره زي اللي في الاندرويد. انت في الاندرويد عندك اشكال زي ما تحب وجميع الاذواق، وذوقك ده مش عاجبك هتلاقي اللي عاجبك، ففي كذا ديزاين وكذا تصميم، فاهم؟ انما انت الايفون نفس الشكل، ال 13 نفس شكل ال 12 وال 12 نفس شكل ال 14، كل واحد نفس الشكل بتاع اللي قبله، الا انه بيغيروا في الكاميرا، بقت اكبر، بقت من تحت، بقت من فوق، لكن في النهايه نفس التصميم ونفس الشكل. الخساره اللي بعد كده هي سهوله التعديلات. سهوله التعديلات في الاندرويد، انت يا صاحبي بتعمل خلفيه بتعملها صباح الفل، انت حطيت خلفيتك في ثانيه. بتحب تعمل اي حاجه، بتعدل مثلا تحط ثيم معين على الموبايل هيتحط عادي بكل سهوله، بتدخل تعمل اي حاجه هتعملها بسهوله، بتعمل الوضع المطور مثلا هتخش تعمل اي حاجه وتتلخبط في الموبايل عيش. انما انت في الايفون عشان تعمل حاجه هتلاقي 900 طريق تاخدهم عشان توصل للحاجه اللي انت عايز تعملها، وايا كان الحاجه دي بسيطه او صعبه، يعني لو حاطه حاجه بسيطه هتتعب عشان توصل لها. فهتخش في الاعدادات مثلا، نخش على اكسسبيليتي، وبعد ما تخش على اكسسبيليتي تخش على تاتش مثلا، وبعد ما تخش على تاتش تروح للخيار اللي انت عايز تعمله. فحوار مزعج بصراحه يعني، ولكن في النهايه بصراحه التعديل على الايفون وشكل الايقونات وشكل التصميم بتاعه بيكون احلى بصراحه يعني. فبس كده، ده فيديو الخسائر اللي انت لو حولت من اندرويد لايفون هتواجهك. فانتظر الفيديو بتاع المميزات والمكاسب اللي هتشوفها من نقلك للاندرويد للايفون، والفيديو ده هينزل بعد الفيديو ده على طول، فانتظروا. ولو ما كنتش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان لو ناوي تنقل من الاندرويد اللي معاك لايفون تكون عارف انت هتنقل وهتشوف ايه، وانا جربت وانا بنقل لك التجربه اللي انت هتشوفها.
فبس كده، ما تنساش زي ما قلت لك ان انت تعمل لايك على الفيديو ده لو عجبك، تعمل سبسكرايب في القناه ما كنتش عامل سبسكرايب، وتفعل الجرس، وتستنى فيديو المكاسب بتاع الايفون. بس كده، سلام.